ازيكم؟ النهارده هنعمل شورت مع بعضنا عن البورس او الوزغ المصري. طيب احنا دايما بنشوف ان البورس بيقولوا عليه سام بيبخ في بسم في الملح او الاكل او الكلام دوت كلها معتقدات خاطئه. البورس ما فيش منه اي ضرر على الانسان لان هو لا يمتلك غدد سم. وطيب، ليه لما بنضرب البورس ديله بيتفصل وبيفضل يتحرك لوحده زي ما احنا بنقول؟ البورس زي ما انتم شايفين دلوقتي الديل بتاعه فيه جزء ابيض كده وجزء بقية جسمه لون الجسم. طيب ليه اللون دوت؟ البورس دوت كان ديله مقطوع. طيب ليه البورس بيقطع ديله لما بيتضرب او حاجه بتهجم عليه؟ البورس بيقدر في ان هو وقت ما يبقى في حاجه بتهجم عليه ان هو يفصل الديل بتاعه عن جسمه علشان الديل يتحرك قدام المفترس اللي بيهاجمه، ويكون هو بالتالي في الفتره دي قدر يلحق ان هو يهرب ويستخبى، وبيبتدي يتغذى وياكل تاني ويطلع له ديل زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. طيب، بغض النظر عن عرفنا ان احنا بنعرف من البورصة او لا، بس زي ما انتم شايفين هو من اجمل الزواحف اللي بتمتلك عيون. زي ما انت شفت في الشوط اللي فات ان هو بيمسح العيون بتاعته بلسانه، لان هو حتى لو نايم فالعين بتفضل مفتوحة لان هو ما عندوش جفن يقفل على العين. يا رب تكون حلقة بسيطة واستمتعتوا. البورس ما فيش منه اي ضرر على الانسان، البورس مفيد في الطبيعة جدا جدا لان هو من المفترسات او من الكائنات الحية اللي بتتغذى على الحشرات واولهم الناموس واي حشرة ممكن تقابله. فالبورس وجوده في الطبيعة مفيد للبني ادمين. والسلام عليكم ورحمة الله.